تشخيص تكلسات الاوتار الدواره في الكتف او الكالسيفيك تندونايتس. هنرجع تاني ونقول زي ما بنقول في كل مرض او في كل فيديو بنشرح فيه مرض معين ان احنا عندنا 3 ضلوع لتشخيص اي مرض في جراحه العظام. اول حاجه ان احنا لازم ناخد تاريخ مرضي من المريض، لان زي ما قلنا ان في الكالسيفيك تندونايتس او في التكلسات المتكونه في الاوتار الدواره في ريسك فاكتور او عوامل قد تؤدي الى حدوث هذه التكلسات، من ضمنها مرض السكر او مرض الغده الدرقيه. لازم نتاكد الاول عن طريق التاريخ المرضي ان المريض اللي بيعاني من الم في مفصل الكتف ما عندوش لا سكر ولا عنده خمول في الغده الدرقيه وبياخد لها الدواء بتاعها بصوره منتظمه، لان احنا زي ما قلنا ان في ريسك فاكتور للكالسيفيك تندونايتس او تكلسات الاوتار الدواره زي مرض السكر او مرض خمول الغده الدرقيه. لازم ناخد تاريخ مرضي دقيق ونتاكد ان المريض ما عندوش المرضين دول، لان المرضين دول بيسببوا الم في مفصل الكتف وممكن يكون ناتج عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده اللي هو الكالسيفيك تندونايتس، او ممكن يكون ناتج عن مرض احنا اتكلمنا عليه في فيديو تاني ممكن ترجع تراجعه اللي هو الفروزن شولدر. يبقى المرضين دول بيسببوا الم في مفصل الكتف ولازم ناخد تاريخ مرضي دقيق من المريض. تاني حاجه بنستخدمها في مثلث التشخيص اللي احنا بنعتمد عليه هنا في تشخيصنا هو الفحص السريري او الاكزامينيشن اللي احنا بنعملها في العياده على كتف المريض. ده بيكون عن طريق ان احنا بنعمل بعض الحركات المعينه في كتف المريض اللي عن طريقها بنقدر نستبعد مرض ما او ناكد التشخيص اللي احنا شاكين فيه. اخر حاجه خالص هو الاشاعات. بما اننا ان احنا بنتكلم عن تكلسات في الاوتار الدواره او كالسيفيك تندونايتس، فبمنتهى البساطه بيكون الاشعه المهمه جدا هي الاشعه العاديه خالص، لان التكلسات او ترسبات الكالسيوم دي بتبان في الاشعه العاديه او الاشعه السينيه وبتبان في منطقه الاوتار الدواره اللي هي عاده مش بتبان في الاشعه العاديه، لكن لو بانت ده معناه ان فيها تكلسات. بعد ما نعمل الاشعه العاديه لو لقينا في وجود تكلسات في الاوتار الدواره اللي هي بتكون في الحته دي نبدا نلاقي زي تكلسات من ترسبات الكالسيوم وبتكون باينه جدا في الاشعه، ساعتها لازم نلجا مباشره لعمل رنين مغناطيسي، لان الرنين المغناطيسي هو اللي هيحدد حاله الوتر، هل هو ماسك بصوره كافيه في منشأه ولا وجود التكلسات دي ادت الى حدوث قطع كامل في الاوتار الدواره، وده بيكون بنسبه كبيره جدا موجود ومصاحب لحدوث التكلسات. ولما بنبص على الرنين بنقدر نحدد حجم القطع ومكانه والطريقه المناسبه لاصلاحه.